السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل عدس، ينفع فطار، ينفع غدا، ينفع عشاء، زي ما تحبي. اكله كلنا بلا استثناء بنحبها وبنموت فيها، وخصوصا لو شتاء. نعم، اليومين دول مش شتاء، ولكن هي تتاكل في اي وقت. معروفة ان هي افضل وقت ليها في الشتاء، بس حرفيا انتي هتحبيها قوي، او كلنا بنحبها قوي وهندمنها، مش بنبطل نعملها. لا، مش بتفرق معانا وقتها او توقيتها ايه. النهارده هنعمل العدس، بس مش هنعمله بطريقه مختلفه شويه. ان شاء الله هتحبوها وتجربوها. لما تعملوها باذن الله هتعملوها بالطريقه دي دايما. اول حاجه بنجيب حله، بنسخن، نحط فيها سمنه تسخن. بعد كده هنحط فيها بصلايه، هنحط فيها بصلايه والثوم، وهنشوحهم شويه. هياخدوا وقت معانا على البوتاجاز. هنشوحهم. طبعا انا نسيت وكنت حطيت الطماطم بعد كده، لما افتكرت شلتها. بنشوح البصلايه حبيبتي، كام بصلايه كده بنقطعهم كده، بنقشرهم، وبنبدا طبعا نحطهم في الحله ونقسمهم كده، كان نحطهم في شوربه، وخمس ست سبع تمن فصوص توم على قد ما تقدروا زي ما بتحبي. طبعا نكهه التوم والبصل بتدي طعم خرافي جدا، وخصوصا لما بقى بتشوحيها كده تاخد تشويحتها كويسه بطريقه كويسه جدا على البوتاجاز. وبعدها بنبدأ طبعا نقلبها يمين وشمال، وطبعا بتبدأي تتبليها على قد ما تقدري، وتحطيها حبة ملح. لو مش حابة تتبليها خلاص بتكتفي ان انتي بت بتشوحيها بس. بعدها طبعا هتكوني غاسلة العدس كويس جدا 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 ومصفياه، وهتبدأي بعد ما تصفيه تنزليه على البصل والثوم اللي انتي مشوحاه في حتة السمنة. هتبدأي تفضلي تقلبي فيها على قد ما تقدري، هتقلبي فيها كويس. وبعدها هتضيفي الطماطم اللي احنا كنا مقطعينها، هتضيفيها عليها وتبداي طبعا ايدك فيه علشان ما يلزقش في الحله، وبعد كده ما يبقاش كويس. لا، ايدك فيه باستمرار، قلبي على قد ما تقدري فيه كويس جدا. وهتكوني مسخنه حاطه على العين التانية ميه سخنه بتغلي، عشان لما نيجي نتشه طبعا اهم حاجه لازم الميه تكون سخنه يا جماعه، ما تبقاش بارده او فتره ولا اي حاجه، لا تبقى سخنه. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك ومتابعة، وتشتركوا في قناتي وتعملوا لي كومنت جميل زيكم كده يا حبايب قلبي، وتشاركوني رأيكم حتى لو بكلمة او جملة بسيطة جدا جدا، هتفرق معايا، هتفرق في القناة. يا رب ان شاء الله كلنا ربنا يوسع رزقنا ويحفظنا في حفظه الدايم، ويديم علينا نعمة الستر والصحة يا رب، اللهم امين. هنبدأ طبعا ايدينا فيه علشان ما يلزقش كده. اول طبعا ما احس ان لونه بدأ يدخله لون الاصفر شوية، طبعا هبدأ اطشه، بس لما ياخد اللون الاصفر او اللون اللي انا شايفاه مناسب. طبعا الكاميرا مش ظاهرة لونه عامل ازاي او يعني. هتبدأي طبعا تجيبي التوابل وتتبليه. هتجيبي لو عندك توابل 7 بهارات، تحطي فلفل، كمون، تحطي ملح، تحطي فلفل اسود تحطي ورق لورا. بس يا حبايب قلبي لما تحطوا ورق اللورا اول ما تيجي تطفوا على الاكل كده، قبلها ب10 دقايق مثلا كده، تبداوا تطلعوا الورق اللورا من الحله علشان ما يجيش تحت اسنان حد او يعور حد. انا هنا كنت بحط الملح. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك وتعملوا متابعة وتشتركوا في قناتي وتشيروا على قد ما تقدروا عشان ربنا يوسع رزقي ورزقكم ان شاء الله. طبعا لو عندك قرنين فلفل بتقطعيهم وتحطيهم عليها، طبعا لو بتحبي الحاجة سبايسي. هتبداي طبعا تقلبي كام تقليبه كده يعني علشان التوابل تندمج مع العدس والبصل والطماطم والفلفل وتطعم منها كويس قوي. طبعا هتكوني زي ما قلنا بنغلي ميه على البوتاجاز، واول ما نقلبهم بعد ما نحط التوابل هنضيف عليهم الميه.